السلام عليكم، صباح الخير للجميع. اليوم جاي أكلمكم بموضوع جدا جدا مهم. ركزوا بالمقطع، خاصة الناس اللي يسوقوا السيارات. ركزوا. اليوم الأربعاء 21/8/1438 الصباح رحت مرور جدة عشان في هناك عندي موضوع خاص. وأثناء زيارتي للمرور شفت صراحة شيء هناك عجيب غريب، وشيء صراحة وجدت كثير من المواطنين مقهورين منه. شفت مجموعة كبيرة من المواطنين ماسكين سرة عشان يدخلوا عند الرائد. كل واحد يبغى يعترض على مخالفة رصدت عليه ب5,000 ريال. والشيء العجيب واللي يقهر في الموضوع انه المخالفة اللي رصدت على المواطنين ب5,000 موضوعها جدا بسيط وحدثت بدون قصد. عارفين ايش المخالفة اللي ب5,000 ريال؟ هي عدم وضوح بعض او احد حروف وارقام لوحة المركبة. يعني لوحة سيارتك لو فيها شيء مو واضح هذه مخالفة. والله يا اخوان كثير من المواطنين مقهورين من الموضوع. بعضهم وراني بجواله صورة لوحة سيارته تقريبا واضحة، شيء بسيط لا يذكر. واللي يرصد هذه المخالفة هو رجل المرور اللي معه جهاز باشر. يعني سيارتك تكون واقفة في أي مكان يجي يصور لك اللوحة إذا فيها لو حرف ما هو واضح. والمشكلة إنه كل اللي دخلوا عند الرايد ما فيهم ولا واحد شالوا عنه المخالفة. كلهم قالوا لهم هذه مخالفة صريحة، وإذا بتعترض روح ديوان المظالم. يا اخوان انتبهوا، اللوحات سياراتكم لازم يكون كل شيء فيها واضح، خاصة اللوحة الامامية لانها معرضة للتلف.